السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعينا الكرام. خبر مفرح جدا للجمهور المغربي. بايرن ميونخ الألماني يتحرك لضم نجم المغرب إسماعيل صبيري. الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق فابريزيو رومانو كشف أن النهاردة العملاق البافاري بايرن ميونخ فتح مفاوضات مع صانع ألعاب أيندهوفن الهولندي والمنتخب المغربي إسماعيل صبيري في تطور كروي هز الأوساط الرياضية الأوروبية والعربية. كشفت تقارير صحفية أن نادي بايرن ميونخ الألماني دخل في مفاوضات جادة جدا للتعاقد مع النجم المغربي إسماعيل صبيري صانع ألعاب أيندهوفن الهولندي خلال الانتقالات الحالية، في خطوة وصفها المراقبون بأنها صفقة استراتيجية لتدعيم هجوم الفريق البافاري. صبيري بيقدم مستويات كبيرة جدا مع ايندهوفن هذا الموسم، سجل 19 هدف وصنع 9 أهداف في 37 مباراة خاضها في كل البطولات. أرقامه اللافتة جعلته محط أنظار عمالقة أوروبا وفي مقدمتهم بايرن ميونخ. الصحف العالمية النهاردة كمان أكدت الخبر واتكلمت عنه. بايرن ميونخ مهتم جدا بإسماعيل صبيري. البداية مع صحيفة بيلد الألمانية اللي كتبت المغربي بديل جوردن. الصحيفة أكدت أن بايرن ميونخ وضع إسماعيل صبيري على رأس قائمة أولوياته لتدعيم خط الهجوم، مشيرة إلى أن النادي البافاري أعجب كثيرا بقدرات اللاعب المغربي. وكتبت بيلد أن صبيري يتمتع بمرونة تكتيكية كبيرة، حيث يمكنه اللعب في 3 مراكز هجومية مختلفة، وهي الصفة التي يبحث عنها المدرب كومباني. أشارت أيضا إلى أن إسماعيل صبيري سجل هدفا رائعا في مرمى بايرن ميونخ خلال دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، مما زاد إعجاب إدارة النادي به. أما صحيفة كيكر الألمانية اللي كتبت باير بعد فشل مفاوضات جوردن يتجه إلى إسماعيل صبيري. سلطت الصحيفة الألمانية الضوء على الجوانب التكتيكية للصفقة، مشيرة إلى أن صبيري يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب خلف المهاجمين، وهو المركز الذي يعاني منه بايرن ميونخ منذ فترة. وكتبت كيكر أن صبيري سجل 19 هدف في الدوري الهولندي بمعدل 64% هدف لكل 90 دقيقة، وهو رقم ممتاز جدا لأي لاعب في مركزه. أما صحيفة الديلي ميل الإنجليزية كان عنوانها بايرن ميونخ يلجأ لنجم المغرب إسماعيل صبيري بعد خسارة أنتوني جوردن لصالح برشلونة. الصحيفة البريطانية أكدت أن بايرن ميونخ بدأ مفاوضات جادة لضم صبيري، مشيرة إلى أن اللاعب البالغ من العمر 25 عام مرن تكتيكيا جدا، ويمكنه اللعب في 3 مراكز هجومية مختلفة. وكتبت ديلي ميل أن معدل تسجيل الأهداف بالنسبة لإسماعيل صبيري رقم ممتاز جدا لأي لاعب في مركزه. صحيفة ليكيب الفرنسية كان عنوانها أن صبيري مرحب به في بايرن ميونخ، وأشارت إلى أن قيمة اللاعب السوقية تبلغ 50 مليون يورو وفقا لترانسفير ماركت. وكتبت ليكيب أن صبيري سجل 19 هدف وصنع 9 آخرين هذا الموسم، وأن أرقامه ممتازة جدا ومثيرة للإعجاب. أما صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية كان عنوانها صبيري فكرة للهجوم. سلطت الصحيفة الإيطالية المتخصصة في سوق الانتقالات الضوء على اهتمام بايرن ميونخ بصبيري، مشيرة إلى أن النادي البافاري يبحث عن بديل مثالي لهاري كين على المدى الطويل. وكتبت توتو ميركاتو أن صبيري يجيد اللعب كمهاجم صريح أيضا، وهي ميزة تجعله خيارا مثاليا للعملاق البافاري. أما صحيفة سبورت الأسبانية كتبت بايرن يضع عينه على صبيري لتدعيم الهجوم. الصحيفة الكتالونية أكدت أن بايرن ميونخ دخل في مفاوضات مع صبيري، مشيرة إلى أن اللاعب كان قريبا جدا من الانتقال إلى إشبيلية خلال الانتقالات الشتوية الماضية، لكن الصفقة لم تتم. وكتبت سبورت أن صبيري يحظى بإعجاب كبير من المدرب كامباني الذي يرى فيه الإضافة النوعية التي يحتاجها فريقه. أما صحيفة ماركا كان عنوانها صبيري المغربي الذي يفتن بايرن. سلطت الصحيفة المدريدية الضوء على موهبة صبيري الكبيرة، مشيرة إلى أنه واحد من أبرز اللاعبين في الدوري الهولندي. وكتبت ماركا أن صبيري سجل 19 هدف في كل البطولات هذا الموسم، وأنه يعتبر أحد أفضل اللاعبين في مركزه في أوروبا. وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب سيكون ورقة رابحة جدا للمنتخب المغربي في كأس العالم 2026.
أما صحيفة فوتبول 365 الإنجليزية كان عنوانها باير يحدد إسماعيل صبيري كبديل لأنتوني جوردن بعد رفض برشلونة. كشفت الصحيفة البريطانية أن صبيري أصبح الهدف الرئيسي لبايرن ميونخ بعد فشل انتقال صفقة جوردن، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 50 مليون يورو، وكتبت أن اللاعب سجل 19 هدف هذا الموسم وهو رقم مذهل بالنسبة لاعب ليس مهاجم صريح. أما موقع جول العالمي كتب بايرن ميونخ يفتح محادثات مع نجم المغرب إسماعيل صبيري كبديل لأنتوني جوردن الذي وقع لبرشلونة. أكد الموقع العالمي أن فابريزيو رومانو خبير سوق الانتقالات الموثوق جدا كشف عن اهتمام بايرن ميونخ بصبيري، مشير إلى أن اللاعب سعيد بفكرة الانضمام إلى العملاق البافاري. وكتب جول أن صبيري يستعد حاليا لخوض مباريات كأس العالم مع المنتخب المغربي، وأن أداؤه في هذه البطولة قد يرفع قيمته التسويقية. ننتقل لصحيفة ذا أتليتيك الإنجليزية اللي كتبت اهتمام بايرن ميونخ بصبيري ما سيقدمه النجم المغربي لبطل البوندسليغا. أعدت الصحيفة الرياضية المتخصصة تقريرا تحليليا عن قدرات اللاعب المغربي، مشيرة إلى أنه يتمتع بمرونة تكتيكية كبيرة ويمكنه اللعب في مراكز متعددة. وكتبت الأتليتيك أن إسماعيل صبيري يجيد المراوغة والتمرير الحاسم والتسديد من خارج منطقة الجزاء، وهي صفات تجعله مناسبا تماما لأسلوب لعب بايرن ميونخ. الصحيفة أشارت أيضا إلى أن إسماعيل صبيري سجل 15 هدف في الدوري الهولندي هذا الموسم وصنع 8 أهداف. فابريزيو رومانو أكد الخبر بشكل كبير جدا وقال إن بايرن ميونخ بدأ مفاوضاته مع صبيري. الصحفي الإيطالي الموثوق فابريزيو رومانو المصدر الأكثر موثوقية في سوق الانتقالات في العالم كشف تفاصيل حصرية عن اهتمام بايرن ميونخ بصبيري، وأكد إن المفاوضات بين الطرفين قد بدأت بالفعل. وكتب رومانو على حسابه على منصة إكس: بايرن ميونخ بدأ محادثات مع إسماعيل صبيري، النادي البافاري يراقب اللاعب المغربي منذ فترة ويعتبره الخيار المثالي بعد خسارة صفقة أنتوني جوردن لصالح برشلونة. صبيري مرحب به في بايرن ميونخ والمفاوضات جارية. بحسب التقارير أشار رومانو إلى أن صبيري مرحب به في بايرن ميونخ وهو منفتح على الانتقال إلى البطل البوندس ليغا. لماذا بايرن ميونخ مهتم بإسماعيل صبيري تحديدا؟ أنتوني جوردن كان الهدف الأول لفريق بايرن ميونخ لتدعيم الهجوم، لكن الصفقة انهارت بعد أن فضل اللاعب الإنجليزي الانتقال إلى برشلونة مقابل 80 مليون يورو. إدارة النادي البافاري بقيادة المدير الفني فينسنت كومباني قررت التوجه سريعا نحو خطة بديلة، وكان إسماعيل صبيري على رأس القائمة. صبيري يجيد اللعب في 3 مراكز هجومية مختلفة: صانع ألعاب خلف المهاجمين وده موقعه الأساسي، جناح أيمن وجناح أيسر، ومهاجم صريح. هذه المرونة تمنح المدرب كومباني خيارات متعددة في تشكيل الهجوم وتجعل صبيري لاعبا ذهبيا في سوق الانتقالات. في النهاية عايزين نقول لكل نجوم المنتخب المغربي بالتوفيق في المونديال القادم إن شاء الله، كأس العالم 2026، وبعد المونديال هنشوف هل تتم الصفقة ولا لا. وفي النهاية نقلنا لكم الخبر من فابريزيو رومانو الصحفي الأكثر موثوقية في العالم، ونقلنا لكم الخبر أيضا من كل الصحف والمجلات العالمية والمواقع العالمية اللي اتكلمت عن الخبر. ما تنسوش تقدروا مجهودنا الكبير اللي بنبذله عشان نجيب لكم الأخبار من مصادر موثوقة. بيعملوا لايك واشتراك في القناة وشيروا الفيديو، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.